القرآن الكريم يقول لماذا لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن القرآن الكريم قال هو على 4 أنحاء، منه ما يعرفه أو ما لا يعذر أحد بجهله، يعني واضح للجميع، فهذا ما يحتاج إلى تفسير. يعني لما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، واضح ولا مو واضح؟ يحتاج مفسر؟ هذه الآيات تحتاج مفسر؟ لا، هذه تحتاج مفسر؟ واضحة. فيقول منه ما لا يعذر أحد بجهله، وهذا يقول ابن كثير هو جل القرآن، واضح حق الجميع. وقسم تعرفه العرب، يعني كلمات تعرفها العرب الأعاجم ما يعرفونها، مثل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء أجنبي ما يعرف شنو قروء، لكن العربي يعرفها، أقصد العربي الأصلي مو حنا، ولا احنا صرنا أعاجم صحيح. فيقول هذه يعرفها العرب، لكن الأجنبي الأعجمي يسأل العرب ما معنى هذه الكلمة عندكم، يقول معناها كذا. وقسم يعرفه العلماء، وهو اللي يصير آية منسوخة، آية خاصة في آية عامة، في مفصل، في مبين، هذه يعرفها العلماء. طيب، وقسم استأثر الله بعلمه. لكن القسم الأول وهو الذي لا يعذر أحد بجهله، هذا جل القرآن الكريم، فهو واضح، ولذلك النبي ما يحتاج يفسر صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها إنما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات بس، اللي يظن أنها تحتاج إلى تفسير أو التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك لم يفسر القرآن كله، وإنما فسر آيات معينة.